هو كريستيانو بقى بيغير من ميسي. في الفترة الأخيرة كريستيانو ظهر في مقابلة شخصية مع بيرس مورجان وقال تصريحات غريبة جدا ضد ميسي وضد كأس العالم. To define it from one of the best of the history. To win one competition. 6 games, 7 games. You think it's fair? It's not fair. بحيث انه قال ان ميسي مش افضل من كريستيانو، بل كريستيانو هو اللي افضل من ميسي. وقال كمان ان بطولة كأس العالم بالنسبة له مش مهمة، وانه عادي حققها وما حققهاش فهي مش هتضيف كتير لتاريخه، برغم ان كريستيانو كان قال قبل كده في كأس العالم 2022 ان دي اهم بطولة في تاريخه. كلنا عارفين ان كأس العالم لو كريستيانو خدها فكان هيغير مسار كرة القدم بشكل كبير. والسؤال الاهم في الحلقة دي، هل كريستيانو فعلا بيغير من ميسي ولا ميسي بقى احسن من كريستيانو وكريستيانو اعترف بالموضوع ده؟ كل ده هنحاول نجاوبه في الحلقة دي عشان نعرف ايه اللي حصل ما بين ميسي وكريستيانو. مبدئيا كريستيانو رونالدو اتولد سنة 1985 في جزيرة ماديرا في البرتغال، في بيت بسيط جدا. الولد اللي كان بيعيط عشان ما فيش فلوس للأحذية، هو نفسه اللي بعد كده قال انا عمري ما كنت غني لكن كنت غني بالإصرار. رونالدو بدأ في سبورتنج لشبون لكن مانشستر يونايتد شافته، والسير أليكس فيرجسون قال الولد ده مش طبيعي، ده مش مجرد موهبة، ده مكان التمرين. ومن هنا بدأ التحول. وكلنا عارفين ان السير أليكس فيرجسون هو الأب الروحي لكريستيانو رونالدو، وازاي قدر يطور كريستيانو رونالدو بشكل كبير. ومع اليونايتد كريستيانو بقى نجم عالمي، فاز بدوري الأبطال والكرة الذهبية الأولى سنة 2008. وفي اللحظة دي كان لسه العالم ما شافش الوحش الحقيقي اللي جواه. وفي نفس الفترة كان في ولد تاني في برشلونة، هادي ساكت، شكله طفل صغير بس بيلعب كأنه من كوكب تاني، هو الفضائي ليونيل ميسي. ومن اللحظة دي بدأت واحدة من أعنف المنافسات في تاريخ كرة القدم، مش منافسة بين ناديين، لا بالنجمين، مدرستين مختلفتين وفلسفتين مختلفتين تماما. ميسي الموهبة الفطرية ورونالدو الجهد والإصرار والجنون. من 2009 لحد 2018 كل سنة الجمهور كان بيستنى البالندور وبيقول مين هيكسب، يا ترى ميسي ولا كريستيانو؟ وكل مرة واحد فيهم بيرد على التاني جوه الملعب، مش بالكلام بل بالفعل، سواء في الليجا أو دوري الأبطال أو حتى الكلاسيكو. كل لمسة كانت حرب نفسية. اللعيبة دي ما كانتش بتلعب كرة القدم، اللعيبة دي كانت بتحارب في أرضية الملعب. وبصراحة العلاقة الحقيقية بين الاثنين ان الناس كانت فاكرة ان هم بيكرهوا بعض، بس في الحقيقة الموضوع مختلف تماما. رونالدو بنفسه قال سنة 2019 ميسي خلاني لاعب احسن وانا خليته لاعب احسن، برضه المنافسة بيننا كانت محترمة. وميسي رد بعدها قال انا ما فيش بيني وبينه اي مشاكل، بالعكس هو لاعب عصيب. يعني مفيش عداوه شخصيه لكن في صراع خفي عن المجد، مين هيفضل في التاريخ الاول ومين الناس هتفتكره اكتر. صراحه العلاقه بين ميسي وكريستيانو مش سيئه تماما، بالعكس الشخصيتين كويسين جدا. اي نعم ما كانش فيه صداقه بينهم وبين بعض، لكن اللعيبه دايما بنشوفهم في الكاميرات كويسين جدا. اي نعم في ارضيه الملعب الاثنين كانوا بيتحولوا له وحوش، لكن خارج الملعب كنا بنشوف العكس تماما. ولكن المنافسه دي اتقلبت رأسا على عقل واختلفت تماما، وخصوصا بعد كأس عالم 2022 في ديسمبر 2022 لما ميسي رفع كأس العالم مع الأرجنتين. اللحظة دي كانت تاريخية، العالم كله اتكلم ان ميسي خلاص حسم المعركة، بس كريستيانو كان ساكت لفترة وبعدها رجع وبدأ يتكلم. في مقابلة رونالدو انا اكمل لاعب في التاريخ، الارقام بتقول كده. ولما سألوه عن كأس العالم قال الفوز بكأس العالم مش هو اللي هيحدد مين الافضل في التاريخ. هل من المنطقي تحكم على لاعب بيلعب في بطولة من 6 أو 7 مطوشة؟ تصريح واضح جدا ومباشر وهو بيكلم ميسي حتى لو ما قالش اسمه. وبعدها قال في مقابلة تانية أنا مش محتاج أكون متواضع، ميسي أفضل مني، لا مش موافق على ده، أنا أفضل منه. وعلى فكرة كلام كريستيانو واضح فيه نقد شديد جدا لشخصيته، بحيث إن قبل كده كريستيانو كلنا عارفين إن هو كان بيسعى لبطولة واحدة بس، وهي بطولة كأس العالم، البطولة اللي البرتغال عمرها ما حققتها على عكس الأرجنتين اللي حققتها أكتر من مرة، وده نتكلم عنه في آخر الحلقة. ليه كريستيانو مش مطالب إن هو يحقق كأس العالم أصلا وميسي كان مطالب بإنه يحقق كأس العالم؟ لكن الحقيقة إن كلام رونالدو فيه تناقض كبير جدا، بحيث إن رونالدو قبل كده في كذا موضوع وكذا تصريح اكد ان هو بيسعى دائما للفوز بكاس العالم، وكلنا عارفين ان البطوله دي هتفرق قد ايه مع كريستيانو رونالدو. لكن حاليا بقول لك ان بطوله كاس العالم مش هتاثر، عادي وجودها زي عدم. ده طبعا كلام غلط جدا، لان بطوله كاس العالم حتى لو كانت بطوله ملهاش اي ستين لازمه بس برضه هتفضل هي اقوى بطوله وافضل بطوله تم اختراعها في كره القدم. والسؤال هنا ليه شخصيه رونالدو كده؟ ليه هو شخص متناقض؟ وليه من ساعه ما خرج من كاس العالم 2022 شخصيته ابتدت تتغير وتصرفاته اصلا ابتدت تتغير؟ ورونالدو من نوع الناس اللي مش بيقبل المركز الثاني، اتربى على فكره لو مش الاول يبقى فشلت، وده مش غرور، دي طريقه تفكير اتربى عليها من طفولته. ابوه كان دايما بيقول له لو عايز الناس تفتكرك لازم تكون الاول. عشان كده لما ليه الاعلام بقى بيقول ميسي الافضل، هو بيشوف نفسه نسخه كامله من اللاعب الحديث، جسم، سرعه، تسديد، عقليه، احتراف. انما ميسي هو الفنان اللي ربنا ادمه وهو بخار، وده خلى المنافسه بينهم كانها حرب بين الجهد والموهبه. حقيقه ما نقدرش ننكرها، كريستيانو هو العقليه والصرامه والحده والجهد، وميسي الموهبه
الربانيه. بس على فكره عايز اقول نقطه بسيطه جدا على حته الموهبه دي. هل ميسي ما كانش بيتدرب؟ لا، اي نعم كريستيانو تدريباته كانت اصعب واشق من اي لاعب كره القدم قبل كده. لعيبه قليله جدا اللي ممكن تتفوق على كريستيانو اصلا في حته التدريبات دي، وممكن اصلا ما يبقوش موجودين. لكن ميسي برضه كان بيتدرب بس مش زي كريستيانو، عشان بس الناس لا تكون فاكره ان هو ربنا خلقه كده مش بيتدرب ولا حاجه. مفيش الكلام ده. اللاعب كان بيتدرب وعادي جدا زي اي لاعب في الدنيا، بس طبعا مش زي كريستيانو. وفي سؤال مهم هنا، ليه كريستيانو بقى عدواني في تصريحاته ضد ميسي؟ هل في مشكله ما بيناتهم؟ رونالدو في اول السنين كان معروف المنافسه بينه وبين ميسي، كان دايما كلامه محترم ناحيه ميسي، لكن في اخر كام سنه بدا يظهر عليه شويه حده في ردود، مش علشان بيكره ميسي لا، لكن عشان حاسس ان التاريخ بدا يظلم. الناس نسيوا هو عمل ايه. انا كسبت 5 بطولات دوري ابطال اوروبا، رقم قياسي مع كل نادي بدخل فيه بكتب قصه وروايه جديد. ودايما كريستيانو بقى شايف ان الاعلام مركز على نهايه ميسي السعيد، لان فعلا ميسي ختم نهايه اسطوريه تنفع لفيلم مش مسيره لاعب كره قدم، ونادرا اما نشوف لاعب وصل للي وصل له ميسي. لكن كريستيانو بدأ يشوف ان رحله كريستيانو الاسطوريه ملهاش اي لازمه. ممكن نقول ان هو شايف ان العالم بقى بيكافئ العاطفه اكتر من الارقام، عشان كده تصريحاته بقت كلها فيها نغمات دفاع عن الذات، زي انه يقول ان هو مش شايف ميسي احسن منه، او شايف ان هو اكمل لاعب في العالم وغيرها من الحاجات دي. لكن رغم كل ده لازم نقول الحقيقه، من غير ميسي ما كناش هنشوف رونالدو بالشكل ده، ومن غير رونالدو ما كناش هنشوف ميسي بالشكل ده. الاثنين رفعوا مستوى بعض، وبرضه رفعوا مستوى اللعبه لدرجه ما حدش وصل لها قبل كده. 10 كرات ذهبيه بينهم، عشرات الارقام القياسيه، وجيل كامل كبرت وهم السبب انها حبت كره القدم. فالموضوع مش مين الافضل، الموضوع ان الاثنين دول حولوا كره القدم من مجرد رياضه لفيلم درامي عشناه اكتر من 15 سنه. والحقيقه ان كريستيانو مش محتاج كاس العالم، وفي نفس الوقت مش محتاج التصريحات اللي مالهاش لازمه دي صراحه، لان التصريحات دي تقلل من لاعب زي كريستيانو رونالدو. لو مش محتاج كاس العالم، البرتغال قبل رونالدو كانت ولا شيء، لكن بعد رونالدو بقت كل شيء، حقق كل اللي يقدر عليه مع البرتغال. فهو مش محتاج كاس العالم زي ما هو قال، لان اصلا البرتغال قبل رونالدو ما حققتش كاس العالم، فهو اصلا ما كانش محتاج. ده كمان ما كانتش محققه بطولات، وحققت بعديها بطولات كتير، على عكس ميسي اصلا اللي اتولد في ظل مقارنه جديده، مقارنه ما بترحمش، قتلت اساطير كتير بين دييجو ارنالدو مارادونا، وميسي قدر يتفوق عليها لما حقق كاس العالم. وفي النهايه رونالدو لسه شايف نفسه رقم واحد، ويمكن فعلا الارقام تدعم، لكن ميسي عنده اللحظه اللي بيحلم بيها اي لاعب، وهي رفع كاس العالم. فهل المنافسه دي خلصت ولا لسه مكمله في عقول الناس للابد؟ يمكن الزمن ينسى الاسماء، لكن لما نقول العظمه هنفتكر دايما ميسي ورونالدو، اتنين من كوكبين مختلفين. وبصراحه لو سالتني مين الافضل كريستيانو ولا ميسي، هقول لك ولا واحد افضل من التاني. ميسي وكريستيانو الاتنين افضل من بعض. ولو سالت واحد ناضج او بيفهم كره قدم مين افضل، ميسي وكريستيانو او كريستيانو وميسي، هيقول لك ان لا ده ولا ده، الاتنين افضل من بعض. فانا مش هقارن بينهم، وهستمتع بمشاهدتهم فقط.